نظريات التعلم هي عنق الزجاجة بتاعت علم النفس. نظريات التعلم سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة، هنحللها مع بعض وهنقولها بمنتهى البساطة وهنحل عليها اسئلة ان شاء الله باذن الله. الحصة الجاية هتلاقي موضوع سلس وبسيط ما فيهوش اي حاجة. طيب يعني ايه اصلا التعلم؟ يقول لك انا اتعلمت القرايه، اتعلمت الكتابه، اتعلمت السباحه، اتعلمت الطبخ، اتعلمت ان شاء الله حتى الحياكه والخياطه والحاجات دي. يعني ايه ان انا اتعلمت يعني انا ما كنتش بعرف اعمل حاجه وبقيت بعرف اعملها. يبقى التعلم هو تغير، بس التغير ده مش هيروح بسرعه، لا، تغير شبه دائم في السلوك، في سلوكي يعني في فعلي، ناتج عن حاجتين: خبره وممارسه. يعني ايه الكلام التقيل ده؟ استنى ما اجيب القلم وبعد كده اقول لحضرتك اتعلمت يعني ما كنتش بعمل الحاجة وبقيت بعرف اعملها لما خدت معلومات ولما ابتديت امارس الشيء. ماما تيجي تقولك ايه؟ ما بتعرفيش تطبخي؟ تعالي لما اديكي الخبره، تقعد تقولك المعلومات وتقعد تقولك خبرتها، يلا بقى ادخلي المطبخ، مره تحرقي الاكله، مره تشيطيها، مره تطلعيها مالحه، مره تطلعيها دلعه، لحد ما تتقني الاكله. يبقى التعلم هو تغير شبه دائم في السلوك ناتج عن الخبره والممارسه. خلي بالك مش كل حاجة الإنسان بيتعلمها تعد تعلم. يعني إيه؟ يعني في حاجات ما ينفعش إن أنا أقول عليها تعلم، زي إيه يا دكتور؟ زي تغيرات النمو ما ينفعش أقول عليها تعلم. ليه؟ لان هي ما فيهاش اي خبره ولا اي ممارسه. يعني انت غصب عنك هتصحى هتلاقي نفسك طولت، غصب عنك هتصحى تلاقي نفسك كبرت، مش هتقول والله انا مش هكبر لكم النهارده، لا. يبقى تغيرات النمو ما فيهاش اي خبره، ما فيهاش اي ممارسه، عشان كده لا تعد تعلم. هي المسؤول عنها عوامل بيولوجيه بحته، ما فيهاش اي تعلم. طيب ايه كمان؟ قال لي التغيرات الناتجه عن التعب والارهاق. انا قاعد في السنتر حصتين فلسفه، دكتور قعدنا جنبها مذنبانا بقالها ساعتين عماله تشرح وتحل معانا اسئله، بعديها رحت لحصه العربي وما ادراك ما العربي، 4 ساعات عمالين ندح فيهم، روحت تعبان مش قادر اسمع اي حد، مش قادر حد يتكلم. ده انا سلوكي اهو اتغير، انا هدخل شويه هنام وهصحى هلاقي نفسي زي الفل. يبقى التغير اللي كان عندي ده مش عشان تعلم، التغير اللي كان عندي دي تغيرات ناتجه عن التعب والارهاق، عوامل مؤقته سرعان ما هتزول وتخلص بسرعه قوي. يبقى التعلم تغير شبه دائم في السلوك ناتج عن الخبره والممارسه. في حاجتين لا يعد تعلم: تغيرات النمو، الحاجه الثانيه التغيرات الناتجه عن التعب والإرهاق. طيب أول نظرية في التعلم، تعالى كده بالراحة بسلاسة، والله العظيم لا تقول ما في أسهل من نظريات التعلم. تعالى كده مع بعض، تعالى كده اشرحها لك وبعد كده نبدأ نفصصها ونحللها مع بعض. أول نظرية عندي اسمها نظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي. من اسمها تعلم يبقى أنا بتعلم عشان شرط معين. كلاسيكي يعني قديم. مين صاحب النظرية دي؟ صاحب النظرية دي واحد اسمه إيفان بافلوف. إيفان بافلوف دكتور، إيفان بافلوف طبيب متخصص في أمراض الجهاز الهضمي. إيفان بافلوف كان عنده كلب كده مقطقط جميل. لاحظ حاجة، لاحظ إن هو لما بيجي يقدم الكلب يقدم له الأكل بيحصل سيلان لعاب. يعني ايه سيلان لعاب؟ يعني بينزل لعاب من بقه. بافلوف عارف ان اللعاب ده بيحصل لما الاكل بيضمضغ عشان يسهل مضغ الطعام. بافلوف قال طب ما انا عايز اعلم الكلب ان انا وانا جايب له الاكل يحصل له سيلان اللعاب. طب انا هعلمها له ازاي؟ قال عن طريق ان انا هعمل حاجه اسمها التعلم الشرطي. يعني ايه التعلم الشرطي يا دكتور؟ ركز معايا في الكلام ده كويس قوي. بافلوف جاب الكلب، تعالى بص، هو انا مش شاطره في الرسم بس تخيل معايا ان ده الكلب. يعني بافلوف جاب كلب، الكلب اهوت. بافلوف اول حاجه اداله الطعام. الكلب اول ما شاف الطعام هيبدا ان هو الطعام دوت فعل. يعني ايه فعل؟ بنسميه في علم النفس ده مثير. الكلب اول ما شاف المثير اللي هو الطعام حصل سيلان للعاب. سيلان لعاب، تعالى نكتب هنا سيلان اللعاب دي بنسميها استجابة طبيعية.
والمثير دوت بنسميه مثير طبيعي. ليه سميناه مثير طبيعي؟ لان دي حاجه مفيش حد تدخل فيها. فالطعام ده فعل طبيعي مثير طبيعي، كان الرد الفعل عليه سيلان لعاب استجابه طبيعيه. يعني كلب الشارع لو انت معدي اديت له الطعام هيديك سيلان لعاب مثير طبيعي واستجابه طبيعيه. طيب بافلوف عايز يعلم الكلب اللطيف اللي قدامنا ده ان هو اول ما يسمع الجرس، اهو الجرس اهوت، يحصل له سيلان لعاب ياخد منه الاستجابه الطبيعيه دي. بافلوف دخل على الكلب، استنى بقى، الكلب قدامنا اهو، تخيل معايا ان دوت الجرس، رن له الجرس، الكلب بص له، انت اهبل يا ابني ايه؟ ولا هيحصل اي اندهاش ولا ليه اي لازمه. يعني الجرس دوت مثير فعل ملوش اي لازمه، ملوش اي لازمه. يعني الجرس دوت في البدايه بنسميه مثير ملوش اي لازمه. يعني ايه ملوش اي لازمه يا دكتور؟ يعني مثير لا ينشأ عنه اي استجابه، بنسميه احنا حاجه اسمها مثير محايد ملوش لازمه. طيب جه من الجرس ولا عمل حاجه ولا عمل اندهاش. طب بافلوف قال طب ما انا هقدم له الاكل وانا بقى اعتبر ان ده الاكل، استنى والنبي لا اجيب لك اكل، عصير اهو. قال طب ده الكلب وانا بديله الاكل كده ما رن الجرس، اديله الاكل رن الجرس، بس الفاصل الزمني ما بين الاكل وما بين الجرس فاصل زمني قليل قوي. عدد مرات التقديم الاقتران اللي انا هقرن الاتنين دول مع بعض للكلب عدد مرات اقتران كتير قوي. فكل يوم هدي الجرس، هردي الطعام هرن الجرس، ادي طعام هرن الجرس، ادي طعام هرن الجرس. في يوم من الايام راح بافلوف شال الطعام، رن الجرس، راح الكلب ادى استجابه. ايه الاستجابه اللي اداها من الجرس المره دي يا دكتور؟ ادى الاستجابه اللي هي سيلان اللعاب. فتحول الجرس من مثير ملوش 30 لازمه بيتمسح بيه الارض لمثير بنسميه مثير شرطي. طب الاستجابه اللي هو اداها اللي هو سيلان اللعاب اسمها استجابه ايه؟ اسمها استجابه شرطيه. يبقى المثير الشرطي هو المثير اللي انتزع الاستجابه اللي هي الاستجابه بتاعه سيلان اللعاب. الاستجابه الشرطيه اللي هي سيلان اللعاب في حد ذاته. يبقى بمنتهى البساطه بافلوف جاب كلب اداله الطعام مثير طبيعي حصل له سيلان لعاب استجابه طبيعيه. بافلوف جاب جرس رن الجرس للكلب، الكلب ما حصلوش اي حاجه، الجرس دوت مثير ملوش اي 30 لازمه مثير محايد. بافلوف عمل اقتران. يعني ايه اقتران؟ يعني اشتراط. اول ما يقدم الجرس يدي الطعام، يدي طعام يدي جرس، يدي طعام يدي جرس، عدد مرات اقتران كتير، فاصل زمني قليل، شال الطعام رن الجرس، الكلب حصل له سيلان لعاب. يعني ادى استجابه شرطيه والطعام او الجرس ده تحول لحاجه اسمها مثير شرطي. دي بمنتهى البساطه التجربه، كل اللي جاي لي سهل ما فيهوش اي حاجه. تعالى كده بيقول لك تعالى الكلام اللي احنا قلناه. بافلوف اول واحد عمل نظريه سلوكيه. بافلوف متخصص في الجهاز الهضمي، عمل تجربه على الحيوان، اداله الطعام في الفم، نفس الكلام اللي احنا قلناه بالظبط. المعروف ان وظيفه اللعاب الفسيولوجيه المساعده على مضغ الطعام واكله. بافلوف اهو قدامنا اهو قبل الاشتراط الطعام مثير طبيعي، سيلان اللعاب استجابه طبيعيه. بعد الاشتراط يعني ايه الاشتراط يا دكتور؟ يعني الاقتران ما بينهم تحول عندي الجرس لمثير شرطي. يعني ايه مثير شرطي؟ يعني مثير بعد الاقتران، وتحول عندي السيلان اللعاب لحاجه اسمها استجابه شرطيه. طب ايه هي المفاهيم دول؟ المفاهيم 3 مثيرات واستجابتين، 3 افعال و2 ردود فعل. 1 حاجه اسمها مثير طبيعي، من اسمها مثير طبيعي يعني فعل ما فيش حد تدخل فيه نهائيا. يعني ايه؟ تعالى بقى ماشيل الجرس والبتوع دول. انا جيت دلوقتي ضربتك، فعل طبيعي ما فيهوش اي حاجه، حسيت بالالم، مثير طبيعي واستجابه طبيعيه. بص بقى، كل ما اجي اضربك اشغلك جنبي اغنيه، اضربك اشغلك جنبي اغنيه. الاغنيه في الاول ملهاش اي 30 لازمه. يعني بنسميها ايه يا دكتور؟ بنسميها مثير محايد.
هو الذي لا ينشأ عنه اي استجابة في الاول. كل ما اشغل لك الاغنيه اضربك، اشغل لك الاغنيه اضربك، اشغل لك الاغنيه اضربك، شلت الضرب وشغلت لك الاغنيه، تحولت الاغنيه من مثير ملوش اي لازمه اللي هو مثير محايد لمثير ليه لازمه بيعمل استجابه اللي هو المثير الشرطي. هو المثير المحايد في البدايه بعد اقترانه بالمثير الطبيعي عده مرات بقى قادر على انتزاع. عارف يعني ايه انتزاع؟ سرقت بقى قادر ان هو يسرق كده الاستجابه الطبيعيه اللي هي سيلان اللعاب. طيب الاستجابه الشرطيه هي الاستجابه الناتجه عن المثير الشرطي، يبقى مثير شرطي يعني الفعل اللي حصل له اقتران، والاستجابه الشرطيه هي رد الفعل بعد ما حصل الاقتران اللي هي سيلان اللعاب. اديك مثال حلو قوي. بص بقى قبل ما اقول لك القوانين، عارف في السيرك القومي بيدربوا الحيوان ازاي ان هو اول ما يسمع الموسيقى يقعد يتنطط؟ بيحصل ايه بقى؟ بص بقى يا معلم، بص هقول لك اهو خدعه من خدعهم. هو بيجيب الحصان مثلا، الحصان ده بيوقفه على حاجه سخنه، فتخيل كده معايا انا وقفت حضرتك على حاجه سخنه، هتتنطط وانت واقف. هو ده اللي بيحصل، بيوقفوا على حاجه سخنه، فالحاجه السخنه دي مثير طبيعي، التنطيط بتاع الحصان دي استجابه طبيعيه، حاجه طبيعيه خالص خالص. طيب هو بيجيب الموسيقى اول ما يسمعها الحصان ولا هيندهش، ايه اللي اهطل ده؟ اللي بيسمعني الموسيقى دي بيسمعني عمرو دياب، فولا يحصل حاجه. فالموسيقى في الاول مثير محايد ملوش 30 لازمه. كل ما يوقفوا على النار الحصان يتنطط، يشغل له موسيقى، يوقفوا على النار يشغل له موسيقى، يوقفوا على النار يشغل له موسيقى، هوبا مره واحده سيب النار وراح شغل له موسيقى. الحيوان هيتنطط، ما نفس الاستجابه اللي كان بيديها لما كان بيقف على النار. فتحولت هنا الموسيقى لمثير شرطي، وتنطيط الحصان دي استجابه شرطيه. طيب عندي 3 قوانين. اتعلم كده ان اي نظريه ليها تجربه، اي نظريه ليها قوانين، اي نظريه لها تطبيقات تربويه، يعني لازمتها في التربيه ايه؟ طيب قال لي اول قانون اسمه قانون التدعيم، وقانون التدعيم مش معناه التعزيز، اوعى، لان في بعض الطلبه بتتلخبط وتقول ان التدعيم هو التعزيز. ابدا، لا يمكن، نيفر. التدعيم مش التعزيز. التدعيم معناه ان المثير الشرطي يقدر ينتزع الاستجابه بتاعه المثير الطبيعي لما يحصل حاجتين. ايه الحاجتين؟ ايه المثير الشرطي؟ الجرس قدر يسرق الاستجابه بتاعه المثير الطبيعي اللي هو الطعام لما يحصل حاجتين: عدد مرات اقتران كتير، فاكر لما كنت بقول لك جرس طعام جرس طعام، عدد مرات طعام كتير قوي، اقتران كتير، وفاصل زمني قليل. يعني ايه؟ يعني انا اديت للطعام للكلب وبعديها بساعه رنت له الجرس، ولا الهوا. طب عملتها مره واحده، ولا الهوا. طب الحصان دوت اديته وقفته على النار وشغلت له الاغنيه بعديها بساعتين، مش هيحصل اقتران ما بينهم. يبقى عدد مرات اقتران كتير قوي ما بين المثير الطبيعي زائد المثير الشرطي، عدد مرات اقتران كتير قوي، وفاصل زمني ما بين الاتنين فاصل زمني قصير. زي بالظبط كده الطالب الشاطر اللي في السنتر كل شويه اول ما يجاوب على سؤال برافو، اول ما يجاوب على السؤال برافو، فمن كتر ما انا بقول له برافو كتير قوي انا ابتديت ان هو يحصل ربط ما بين المثير والاستجابه، السؤال والاجابه. لكن هو جاوب على سؤال وانا بعديها بنص ساعه قلت له برافو، يقول لي يا دكتور لسه فاكره؟ يا دكتور ده انت بقالك ساعه يا دكتور. فالتدعيم معناها ان بيحصل ان المثير الشرطي بيدعم وياخد الاستجابه بتاعه المثير الطبيعي مع عدد مرات اقتران كتير وفاصل زمني قليل. طيب القانون الثاني بيقول ايه؟ اسمه قانون الانطفاء. بيقول عند تكرار المثير الشرطي، لما اجي ادي، خليك بقى معايا مع الكلب تاني، الكلب خلاص بقيت اديله الجرس، كل ما اديله الجرس يحصل له سيلان لعاب. طيب ماشي، هو فاكر ان في لحمه، اديله الجرس يحصل سيلان لعاب اقل. تالت مره اديله الجرس يحصل سيلان لعاب اقل. رابع مره قال له يا عم انت هتشتغلني، انت هتلعب بيا، والله ما انا هحصل لك سيلان لعاب.
قال لي قانون الانطفاء عند تقديم المثير الشرطي اللي هو الجرس دون ان يعقبه المثير الطبيعي اللي هو الطعام، بتبدأ الاستجابة الشرطية اللي هي سيلان اللعاب تقعد تقل 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 الى ان تنطفي، وهذا ما يسمى بقانون الانطفاء. كل شويه العيل يرفع ايده، يا دكتور ما قوموش، يا دكتور ما قوموش، طب والله ما انا رافع لك ايدي تاني يا شيخه. بيحصل له ايه؟ بيحصل له انطفاء. طيب القانون الثالث اسمه قانون الاسترجاع التلقائي، يعني حاجه بترجع تلقائيا. بيقول عند تقديم المثير الشرطي لما اجي مره كده وارن له الجرس بيحصل ان بيرجع يديني استجابه شرطيه، لكن مش بنفس القوه التي كانت عليها قبل كده. في مره كده جاوبت فراح رافع ايده بس على مضض، يعني اللي هو ايه مش قوي، فبترجع تاني الاستجابه الشرطيه سيلان اللعاب، لكن مش بنفس القوه اللي كانت سابقه قبل كده. يبقى عندي 3 قوانين لنظريه بافلوف: 1 قانون التدعيم، 2 قانون الانطفاء، 3 قانون الاسترجاع التلقائي. طيب الهري بتاع الكلب دوت والجرس ده احنا هنستخدمه ازاي في التربيه؟ قال لك اي نظريه ليها تطبيقات تربويه. يعني استخدمها ازاي في التربيه؟ قال لك النظريه دي مهمه جدا. خلي بالك النظريه دي بافلوف خد عليها جائزه نوبل. فكروني بالمفاتيح وانساها. بافلوف خد عليها جائزه نوبل، يعني نظريه مهمه جدا. طيب اول حاجه النظريه دي علمتنا ازاي نفسر ردود الافعال الانفعاليه. انا بقيت فاهمه دلوقتي انا ليه كل ما بمشي من الشارع اللي انا وقعت فيه بتضايق، مشاعر الالم والغضب دي بتحصل لي لان حصل اقتران عندي ما بين الشارع ده والمشاعر دي. انا فاهمه دلوقتي انا ليه كل ما بسمع اسم مثلا دعاء، ودعاء دي مرتبطه عندي بمشاعر الالم بتضايق، عشان حصل اقتران ما بين الاسم وما بين المشاعر دي. انا فاهمه دلوقتي ليه كل ما بروح لدكتور الاسنان او اسمع اسمه اسناني بتوجعني، عشان عندي حصل اقتران ما بين الدكتور وما بين المشاعر دي. زي واحد كده يقول لك ايه، والله كل ما بمشي في الشارع ده بقع، كل ما بمشي في الشارع ده بقع، لدرجه وانا ماشي فيه رجلي بتوجعني يا شيخ من غير حتى ما بقع. ليه؟ حصل عنده اقتران، حصل عنده ارتباط. يبقى النظريه دي 1 قدمت تفسيرات لردود الافعال الانفعاليه اللي احنا بنعملها. ليه بنغضب؟ ليه بنتألم؟ لان حصل عندنا اقتران ما بين الشيء وما بين الموقف. ليه الاطفال اول ما بيشوفوا بلطو ابيض يبداوا يعيطوا ويزنوا؟ لان هم افتكروا البلطو الابيض دوت بدكتور الاسنان اللي بيسبب لهم الالم. تاني تطبيق عندنا حاجه اسمها الاشراط المضاد او الاشراط العكسي. بمنتهى البساطه يعني ايه اشراط مضاد ويعني ايه اشراط عكسي؟ يعني ان انا اعمل تعديل للاستجابات الغير مرغوبه، ان انا اعمل اشراط مضاد واقتران عكسي. تاني يعني ايه؟ انا بروح المدرسه مس بتضربني، صحابي بيزعقوا لي، فعندي مشاعر سلبيه تجاه المدرسه. طب ايه رايك ما بدل ما انا اقرن المدرسه بالحاجات الوحشه دي، ما اعمل اشراط مضاد واشراط عكسي اقرنها بحاجه حلوه. طب ايه رايك لما تروح المدرسه يدوك بونبونيه، يدوك هديه، يسقفوا لك، يدوك جايزه، فتتحول المشاعر عندك، المشاعر السلبيه لمشاعر ايجابيه. دي بنسميها حاجة اسمها اشراط مضاد او اشراط عكسي. مثال تاني، الطفل اول ما تقوله ادخل نام يقعد يعيط. بتعيط ليه يا حبيبي؟ عشان حصل عنده اقتران ما بين النوم وما بين الضلمة. طب ايه رأيك ما اعمل اقتران عكسي؟ الحاجة السلبية دي طب ما احولها الايجابية. اول ما يجي ينام امه تنام جنبه، اول ما يجي ينام اديله حاجه حلوه، اول ما يجي ينام اشغل له اغنيه هو بيحبها. فبدل ما النوم عنده مرتبط بالضلمه اللي هو بيخاف منها اللي هي الحاجه السلبيه، اما النوم عنده يرتبط بالحاجه الايجابيه اللي هي امه او الاغنيه او البونبوني اللي هو بيحبه. يبقى ده اسمه اشراط ايه؟ اشراط مضاد او عكسي. الكلام مفيش اسهل منه. طيب ثالث حاجه بيقول لي حاجه بقى اسمها تكوين اتجاهات موجبه. دايما الطلبه بتيجي تقول لي يا دكتور ايه الفرق ما بين الاشراط العكسي وتكوين اجابات موجبه؟ بمنتهى البساطه تكوين اتجاهات موجبه انت على البلاطه. يعني انت على البلاطه، يعني انت لا بتحب ولا بتكره، لا عندك اتجاهات ايجابيه ولا عندك اتجاهات سلبيه. يعني انا طالب رايح المدرسه اول يوم،
المدرسه اول يوم هتديني بونبوني، تاني يوم هتديني جايزه، تالت يوم هتسقف لي، رابع يوم. فانا هنا بكون. يعني ايه بكون؟ يعني انا هنا ببني، بعمل بناء من اول وجديد على ميه بيضاء. اما الاشتراط العكسي انا عندي اتجاهات سلبيه وبحولها لاتجاهات ايجابيه، منتهى البساطه. طيب رابع حاجه قال لي احلال نماذج شرطيه جديده لعلاقات مرغوبه مكان نماذج شرطيه غير مرغوب فيها. هشرح لك الحته دي وصدقني مش هتلاقي اسهل منها موجوده. يعني ايه الكلام دوت؟ انا كل ما ادي للطالب الف اقول له الف اسد، الف اسد اكتبها يا ابني عندك 10 مرات، فهو اديله الف اسد. دي طريقه الحفظ. تعال نكتب هنا كده الحفظ والتلقين. دي طريقه غير مرغوب فيها. طب ايه رايك ان انا بدل ما اديله الف اسد واقعد اقول للعيل اقعد اكتبها 10 مرات و20 مره، طب ايه رايك ما انا اديله الالف اديله صوره الاسد. اول ما اديله الالف اديه حط له صوره الاسد، الف صوره الاسد، الف صوره الاسد. فاول ما اقول له الف اسد يا دكتور، هو هنا مش حافظ، هو حصل عنده اقتران ما بين الالف، حرف الالف، وما بين صورة الاسد. ده بنسميه احلال نماذج شرطية لعلاقات جديدة مرغوبة مكان نماذج شرطية لعلاقات غير مرغوبة. او مثال تاني، خد مثال تاني، بكافئ سلوك الطلاب على استخدام الاقلام والورق في الرسم والتلوين، دي حاجة مرغوبة، عشان اشيل من عندهم ان انا المكافأة لما يشغل على الحائط اللي هو حاجة غير مرغوب فيها. يبقى احنا النهاردة كانت الحصة بتاعتنا خدنا فيها الذكاءات، خدنا فيها مفهوم الفلسفي والمفهوم البيولوجي، وخدنا فيها المفهوم النفسي، خدنا الذكاءات بكل انواعها عند جاردنر، خدنا النظرية الاولى للتعلم اللي هي نظرية بافلوف. كلام سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجة. اسمع الفيديو مرة واثنين وثلاثة، ان شاء الله المرة الجاية هنحل عليه اسئلة كتير واسئلة متنوعة من كل المصادر اللي ممكن تتخيلها. هتوحشوني لحد ما اشوفكم المرة الجاية ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.